السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. طبعا موضوع المواد اللي مش بتنضاف في المجموعه دي شاغله بالكم شويه، واسئله كتير بقى زي المفروض ابدا فيها امتى، اخد درس ولا لا، وهي صعبه ولا سهله، واسئلتها بتكون عامله ازاي، وكل الحاجات دي. فقلنا نعمل فيديو كده في السريع نجاوب على كل الاسئله دي، واعرفك تعمل فيها ايه بالظبط، وتجربتي فيها كانت عامله ازاي، او انا عملت فيها ايه بالظبط. في الأول كده حابب أطمنك وأقول لك إن الموضوع أسهل مما أنت متخيل، وإن المواد دي مش مستاهلة الضجة اللي معمولة عليها خالص، ومفيش داعي لكل الخوف والقلق ده. طبعا أنا جاي أكلمك عن إيه في الفيديو ده. أول حاجة أقول لك أنا عملت فيهم إيه، وأنقل لك تجربتي كلها عنهم. تاني حاجة هكلمك عن كل مادة منهم بالتفصيل، وأقول لك تعمل إيه في كل مادة منهم. تالت حاجة هكلمك عن مدرسين شارحين كل المواد دي مجانا هنا على اليوتيوب، وهسيب لك لينكات ليهم في الديسكريبشن. هكلمك عن ملخصات لكل مادة منهم، وازاي تذاكر كل مادة، وازاي تلمهم، وحاجات تانية كتير. فلازم تكمل معايا الفيديو للآخر، علشان كل كلمة هنقولها في الفيديو ده مهمة وأكيد هتحتاجها، فلازم تكمل الفيديو. انزل بس اول حاجة اعمل لايك واشترك لو لسه مش اشتركتش. تعالى كمل معايا الفيديو. اول حاجة انا عملت فيهم ايه بالظبط، وهل اللي انا عملته ده نفع وقدرت ان انا احل في الامتحان؟ تعالى اقول لك. انا عن نفسي كعمر اعتمدت نظام كل مادة بليتها وزي ما تيجي، لاني كنت مزنوق جدا الفترة دي من السنة، وكنت مراكم حاجات كتير وانا مش محتاج فيهم غير ان انجح، والمواد يعتبر مواد صغيرة وبسيطة. فلو كنت ضيعت فيهم وقت كبير وسبت المواد الأساسية فكنت هكون كده صراحة مغفل. طب هل الطريقة دي نفعت معايا؟ هقول لك الحمد لله نفعت، وحليت كويس في المواد دي، وكمان جبت درجات كويسة، وهقول لك ليه كمان شوية، فكمل معايا. تاني حاجة تعالى نتكلم عن كل مادة كده بالتفصيل. انت عندك 4 مواد: تربية دينية، تربية وطنية، إحصاء، اقتصاد. أنت عندك كل مادة 20 درجة تقريبا، فأنت محتاج نص الدرجات دي، يعني 10 درجات عشان تنجح. عشان كده قلت لك في أول فيديو تبقى مغفل لو ضيعت فيهم وقت كبير. تعالى كده نمسك مادة مادة ونشوف هنعمل فيها ايه. نبدأ مثلا بالتربية الدينية. انت عندك التربية الدينية 6 وحدات، كل وحدة بتتكلم عن موضوع معين. أول وحدة عندك سورة لقمان، وعليك حفظ وتلاوة، يعني لازم تكون حافظها، وهي يعني يعتبر السورة صغيرة وسهلة، فسهل إنك تحفظها. وكمان لازم تحفظ معاني كلماتها لأنه بيسأل فيها برضه في الأسئلة. هتلاقي عندك واحدة بيتكلم فيها عن الصلاة، واحدة بيتكلم فيها عن غزوات الرسول، واحدة بتتكلم فيها عن التكافل في الإسلام، الوحدة الأخيرة فيها جزء من سورة النور. بس صراحة معرفش هل هي حفظ وتلاوة ولا تلاوة بس، فأنت الأفضل ممكن تسأل أي حد عندك في المدرسة يوضح لك النقطة دي. وما تقلقش، هما يعتبر كام آية بس، جزء بسيط مش الصورة كاملة. طب هتقول لي يا عم عمر أنا هعمل إيه في كل ده، وهذاكر كل ده إزاي، أو هسمع لمين، أو إيه المصدر اللي أذاكر منه؟ هقول لك يا عم اصبر عليا، هعرفك كل حاجة دلوقتي بالتفصيل. السنة اللي فاتت مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق كل واحد منهم كان منزل فيديو مراجعة للتربية الدينية، فشوف انت بترتاح لشرح مين فيهم واسمع الفيديو بتاعه، وانا هسيب لك لينك الفيديوهين تحت في الديسكريبشن. صراحة معرفش هل هم هيعملوا مراجعات السنة دي برضو ولا هيكتفوا بمراجعات السنة اللي فاتت، لأن كده كده المنهج واحد ومفيش أي اختلافات. فاحفظ الفيديوهات دي وخليهم معاك احتياطي. طب هتقولي ده مصدر الشرح، ايه مصدر المذاكرة اللي نذاكر منه؟ هقولك انت لو عاوز تكتب وراهم اكتب، عاوز تسأل عن اي ملخصات في اي مكتبة جنبك اسأل برضو عادي، في ملخصات بتنزل بيكون فيها المنهج وفيها اسئلة. عاوز تنزل كتاب بتاع المدرسة برضو نزله عادي، واللي محتاج الكتاب ممكن يسيب كومنت وممكن ابعته اللينك بتاعه. يعني الموضوع يعتبر مفتوح معاك، شوف انت بترتاح لأي مصدر وهاته وذاكر منه، وشوف برضو اي مصدر للأسئلة وحل منه وخلاص. كده كده الموضوع بسيط وما تشغلش نفسك بيه خالص. كده يعتبر التربية الدينية خلصت. نيجي بقى للتربية الوطنية، مادة يعتبر لذيذة وسهلة، بتتكلم عن الوطن وشخصيات وطنية وشخصيات مصرية والكلام ده كله. فالدنيا إلى حد ما كويسة، وهتلاقي شوية معلومات عامة انت ممكن تكون عارف معظمها أصلا. طب انت المفروض تعمل ايه؟
هتشوف برضو اي حد شارحها، وانا هسيب لك لينكات لكذا حد شارحها. يعني المنهج كله هتلاقيه مشروع في ساعة، ساعة ونص بالكتير جدا، لان اصلا منهج يعتبر بسيط وسهل. هتشوف اي فيديو من الفيديوهات دي وهتشوف برضو مصدر للحل. نيجي بقى للاحصاء. كده كده الاحصاء عارفين الاحصاء بتتكلم عن ايه وحاجات ثابتة، فمش لازم نشرح. طب انت هتعمل ايه برضو؟ هتبدأ برضو تشوف أي حد شارح المنهج، والمنهج برضو ما تخافش بسيط. هتلاقي مشروع مثلا في محاضرتين، كل محاضرة ساعة مثلا، أو محاضرة واحدة ساعتين، ساعتين ونص بالكتير جدا. هتلم الدنيا وتفهم بس وتشوف الموضوع ماشي ازاي وخلاص. زي ما اتفقنا كده احنا بنحاول ننجح ونعدي المواد، وهتلاقي وانت بتسمع الشرح فيه قوانين فما تحفظهاش، كده كده هتلاقيها موجودة في كتاب المفاهيم فملهاش لازمة تحفظها. اعرف بس القانون تستخدمه ازاي، وشكل المسائل بيكون عامل ازاي، وازاي تبدأ تحل مسألة، وخلاص على كده. وابدأ شوف اي مصدر للحل وابدأ طبق انت، وبشوية مسائل هتلاقي الدنيا بسيطة كده. فاضل الاقتصاد، مادة برضه بسيطة خالص وسهلة، بنتكلم عن الاقتصاد والبنوك والكلام ده كله. هتبدأ تشوف أي حد برضه شارحها، وهسيب لك برضه لينكات لكذا حد شارحها في الديسكريبشن. هتبدأ تسمع الفيديو، هتلاقي المنهج كله عبارة عن فيديو واحد ساعة ونص بالكتير برضه. بعد ما تخلص هتراجعها كده مع نفسك، هتبدأ تشوف برضه مصدر الحل وتبدأ تحل. طب نيجي لسؤال مهم اللي هو نبدأ المواد دي امتى؟ انت عندك تقريبا على ما اتذكر امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية هيكون يوم الاثنين تقريبا. فانت هتبدأ مثلا من يوم الحد او بالكتير جدا يوم السبت هتبدأ تذاكر في التربية الدينية والتربية الوطنية. ومع اني شايف الوقت ده كبير عليهم اصلا، ما تضيعش فيهم كل الوقت ده، بس مش مشكلة، بحيث انك تذاكرهم كويس وتحل عليهم كتير وتكون مظبط الدنيا كويس جدا. تاني حاجة عندك الإحصاء والاقتصاد هيكون يوم الأربع، هتيجي من الامتحان يوم الاثنين هتريح شوية، وعندك بقية يوم الاثنين ويوم التلات كامل هتذاكرهم في اليوم ونص دول وخلاص كده يا ريس. حاجة أخيرة بس أنا عاوزك تعملها، وهي انك تستفاد من الامتحانات دي. اقول لك الامتحانات ديت مش امتحانات على قد ما هي بروفة للامتحانات الاساسية. كده كده المواد دي كله بعدي فيها والامتحانات بتكون سهلة. المهم عندي الامتحانات الاساسية. طب تستغل الامتحانات ازاي؟ اقول لك اعتبر نفسك رايح امتحان بالظبط. نام بدري، ظبط ادواتك، روح اللجنة بدري، شوف لجنتك، شوف مكانك، شوف النظام عامل ازاي علشان تتعود على الوضع. اعتبرها بروفا بالظبط الامتحانات الأساسية، لأنك بعد كام يوم هيكون عندك امتحان العربي، فلازم تضيع رهبة الامتحانات والتوتر في الامتحانات دي وتتأكد إن الموضوع عادي وكويس. بس كده يا شباب، ده يعتبر كل حاجة كنت عاوز أقولها. ربنا يوفقكم جميعا، أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده. طبعا ما تنساش اللايك وتشير الفيديو ده مع أصحابك، يمكن حد منهم يكون محتاجه برضه، وتشترك عشان تشوف الفيديوز الجاية لأنها هتكون مهمة، لأننا هنبدأ نتكلم عن كل حاجة تخص الامتحانات بالظبط وإزاي تتعامل مع الفترة الجاية. بس كده يا شباب، سلام.